خلاص ابشروا يا اخوان. عارف والله الصوت كان ضعيف في المقطع اللي فات، على انه والله كان عندي كويس، لا في الجوال ولا في البي سي. ما ادري البلا من جوالاتكم يمكن، او بلا من جوال يعني الصوت كان عالي بس ما ادري كيف يكون، ما ادري. لكن ابشروا خلاص نرفع عم الصوت ما عليكم. كده كويس. الزبده خلاص ما عليكم، بظبط ام الصوت ان شاء الله، ارفع من نفس برنامج المونتاج خلاص، والله يصير خاطركم الا طيب. على ان ترى زي ما قلت لكم والله كان كويس عندي، ولا توقعت انه يكون الصوت ضعيف عندكم زي كذا. لكن نرفع عم الصوت ان شاء الله تنزعجون من صوتي، عاد نزين الصوت بعد، ليش تبون تسمعون؟ تابع مقطع الصامت عادي. ولكن ما علينا، الصوت ان شاء الله بنرفعه ولا يصير خاطركم الا طيب. ونخش على موضوع الحلقه على طول، الا وهو الاشياء اللي تنرفزني في السناب، وممكن انها تكون سلسله، وبرضو اتكلم على باقي البرامج، منها تويتر ومنها وش باقي فيه تيك توك بعد، اليوتيوب غالبا هذا اللي يسويه اصلا. ولكن تدرون ما في سلسله، ممكن اتكلم عن تويتر بعدين لان برضو في اشياء رفع ضغطي فيه. لكن نبداها في السناب، ولان السناب صار لي فيه شيء قبل فتره ورافع ضغطي. فنخش على الاسباب اللي تخليني ما اتابع مشاهير السناب، ولا اتابع السناب كبرى، ولا افكر انه يكون مرجع لي للمحتوى وللترفيه. ونخش على المشكله الاولى، وهي المشكلة الأكبر. عارف في ناس إذا جاء بيسوي مقاطع لستة أشياء يخلي أقوى شيء لكن لا أنا ببدأ فيه لأنها بنرفزني، هو اللي خلاني أسوي هذا المقطع أصلا، ألا وهي الكليك بيت في السناب. عارف يا عزيزي يا متابع اليوتيوب إنك تقول لحظة السناب صار فيه كليك بيت؟ أي نعم صار فيه كليك بيت، وأقذر بمراحل من اللي في اليوتيوب. اللي في اليوتيوب إيش يكذب عليك، سويت مقلب في أخوي ومات ما أدري إيش، تعرف أنت إنك كذاب وهو يعرف إن نعرف إنك كذاب عادي. شريت السيارة هذه بالمبلغ، يحط لك مليون صفر يعني من المبالغة المجازية يلا. لكن اللي في السناب يا أخوان ليفل القذارة في الكليك بيت عندهم غير معقول. وأحد الحركات القذرة اللي يسوونها واللي هي ابتدت مسيرة الكليك بيت عندهم، ألا وهي تصوير الصدام الخلفي الرفرف. تجيك الأخت الفاضلة، نسميها الفاضلة ولا يلا الفاضلة، تجيك الأخت الفاضلة تصور سناباتها اليوم كله يوم طبيعي، تصور عيالها، ولا تصور قهوة، تصور طلعتها، تصور مكياج توتوريال، تخش عليك تزبط المكياج، وآخر سنابة حطت لك الجوال ديورت الحبيبة صورت. يعني لهذه الدرجة المحتوى خايس، لهذه الدرجة المحتوى سلحي، يعني ما في أي ثقة في المحتوى وما في ثقة في المتابعين إنهم حابين. أتوقع هم عارفين ذا الشيء، محتواهم خايش لدرجة إنهم لازم يصورون مخرج السلحان عشان الناس يتابعون المحتوى السلحي اللي فيه. واعذروني على هذا اللفظ يا أخوان، لكن هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أوصف فيه محتواهم، ولا يقدرون يرفعون المحتوى السلحي إلا مخرج السلحان. وتدرون وش المشكلة؟ إن الذكور ما أقدر أسميهم رجال الصدق، الذكور شافوا هذه الطريقة وقال كيف أسوي أنا ذا الحين؟ إن صورت المخرج حقي أنا ما حد بيتابع، فايش اسوي؟ قام يتصور مفسخ، يا يتصوره على السرير ويحط لك البطانية هنا ومطلع الكتوف وشعر الصدر ومن زين الكتوف ومن زين الشعر كان شعر زغن لكن مطلع الشعرتين ذي ويصوره هو راقد. ولا في واحد عطبها أنا هنا وأهين صورته، قال إن الصورة هذه يعني بتجذبني إني أدخل سنابه. أنا أشوف تحذير يا أخوان، تحذير، الصورة هذه مؤذية للعين، وإذا شفتها يبغى لك تاخذ مو بكلوركس غاز، تاخذ غاز وتحكها في عينك عشان تتنظف. فحذرتك بكيفك تبغى تشوف. لكن منزل هذه الصورة يبغاك تدخل السناب على هذا السدح. أنا حبيبي أنا شفت صورتك استسلمت من اليوم كله، اليوم هذا شفت الصورة العصر رقدت، يوم ما يؤوس منه إذا هذه بدايته أشوف ذا السدحة وذا الجسم الخايس خلاص أكمل يومي ليه؟ يعني أنت ما دخلتني سنابك، أنت طلعتني من يومي، طلعتني من حياتي. يعني له من زين الجسم وله من زين السدحة وله من زين وحتى لو جسمك بعد حلو ليش تصور ذا الوضعيات؟ أرجع أقول محتواك خايس لهذه الدرجة يعني أنك لازم تتصور بهذه الوضعيات. ثم يجيك يطلع بعدين أنا شخص محتوائي، أنت محتواك نفس محتوى منظرات، ما في فرق بينك وبينها. اللهم خلاص ارفع ذاك خلاص نفس المحتوى، إيش فرقت عنها؟ محتواك على قفاك أنت حرفيا بالحرف، لا محتواك ولا محتوى الأخت الفاضلة اللي محتواها على قفاها، هذا محتوى على قفاه، محتواك خر. ولكن شفت المثالين اللي قبل كيف كمية القذارة في أنه ممكن يدخل أحد على سناباته. ولكن يا أخوان والله ما يجون ربع سوء وقذارة الشخص الثالث، والحركة اللي يسوونها الناس نفس الشخص الثالث هذا. يجيك إيش يسوي؟ يقول مثلا عندك رابح صقر مغني، شخص يعني له محبين وله جماهيره، يجيك إيش يسوي؟ الوسخ هذا يحط صورته أبيض وأسود والصورة مكبرها شوية. رابح صقر توقعت له بيتكي معي يشوف سنابات، لكن يحط صورة رابح صقر ويكبرها أكبر شيء ويحط لك أبيض وأسود
هذه بدأت تشد انتباهك الصورة صح، ويكتب عليها إنا لله وإنا إليه راجعون. خلاص موت رابح صقر، الله يرحمك يا رابح، الله يرحمك ويغفر لك إن شاء الله. تدخل السنابات تسكب مليون ألف سنابة لين توصل الصورة الأخيرة إنا لله وإنا إليه راجعون بالخط الصغير تحت وراء اسمه توفي صديق الفنان رابح صقر. أول شيء وقبل خلنا بعيد أني كذبت على متابعينك وكذبت علي أنا بعد، لكن أهله ترى عنده أهل، وأي أحد تسوون في ذا الحركة عنده أهل. ما تخيلت ردة فعله. تخيل أن أنا مثلا ولد الفنان رابح صقر ومتكي أقلب في الجوال، فجأة أشوف منزلين صورة أبوي أبيض وأسود وإن أبوي مات الله يرحمه، إن بروح أدقدق على علي أبوي مات إيش صار عليه. يا أخي ما عندك قلب أنت، ما عندك عقل أصلا. والحركة دي منين طلعت؟ توفوا ناس مشاهير فيش سووا؟ قام نزل لك صورة الشخص هذا مع الترند، الناس كلهم يترحمون عليه، خلي أنزله ويحطه أبيض وأسود في النهاية والله يغفر الذنب. يعني منزل صورة شخص ميت ويتكسب من وفاته. أنا ما أدري من ذا الشخص اللي قلبه حجر ويستغل وفاة شخص ويستغل مأساة في إنه يجيب فلوس. خلونا من ذاك نعرف من زمان حركاته. لكن الأخ سوى هذه الحركة على شخص مات في الصدق وشاف المشاهدات اللي جت وأتوقع أنه قام يتصيد أي شخص يموت خلني أنزل سنابته. قاعد فترة أبتلش ما في مشهور مات، قال خلني أموته. مات خوي بس خوي الله أحسن الله عزاك يا أبو صقر، نزل صورته أبيض وأسود. طيب ليش ما تنزل الشخص الميت نفسه؟ وبيجيك واحد يدافع عنده شكليات يقول يا أخي إذا ما حط صورة رابح أنت تدري من هو أصلا؟ يا حبيبي إذا ما حط صورة رابح أنا ما بدخل على السنابات أصلا. وعشان كذا هو حط صورة رابح عشان الناس يدخلون ويحسبون أنه هو اللي متوفي. بس يلا آمنا بالله خلاص ما بعرف من هو. ليش ما يحط صورته جنب رابح؟ يحط صورة الشخص جنب رابح وخلاص ذاك الوقت لومني أنا أني أحسب أن رابح مات. لكن إيش بيجيك يقول لك طبعا تحسب أنه بيسكت يا حبيبي يا عزيز المتابع؟ لا بيجيك نفس الشخص يا أخي أنا سمعت أنا إنه حرام إنك تنزل صورة الشخص الميت. طيب يلا بتماشى معك نقول أنا حرام، ينزل صورة رابح وجنبه صورة الشخص الميت هذا ويغبش على وجهه. أنا كده بتأكد أن الشخص هذا مات. لكن ليش ما سواها؟ لأني بتأكد أن الشخص ذا مات مو برابح ولا أني بدخل على السنابات. ولكن المشكلة أن هذا الشيء أتوقع أنا سمعت أنه ما هو بحرام من مشايخ، وسويت بحث كذا خفيف قبل ما أصور المقطع عشان أرد على هذه الشكليات قبل ما يردون عليهم. بحثت عن هذا الموضوع من أكثر من شيخ موثوق يقولون أنه يعني عادي أنك تنزل صورة شخص ميت في السوشيال ميديا، خلما عاد أنك تعلق صورته في البيت لا هذا كلام ثاني وموضوع ثاني. لكن نزل صورة الشخص الميت جنب رابح، ما حصلت صورته خلاص لا تنزل صورة رابح. لكن ما سووا هذه الحركة إلا عشان يسحب متابعين الرابح ويسحب محبينه وهلها الضعاف ذولي تقطعت قلوبهم على أبوهم وعلى والمرة ذا الحين مرة رابح ذا الحين تقطع قلبها على بعلها، وأنت نزل الصورة ومشاهدات ويلا والله علم الفلوس دي صارت حلال ولا حرام. لكن بعض الناس والله ما همه. ولكن كانت هذه مشكلتي الأولى والأكبر في صناع المحتوى اللي في السناب. هذا قبل ما أكمل وأخش على باقي مشاكلي في السناب، ترى هذول مو كل صناع المحتوى اللي في السناب، يعني هذول البعض منهم أو مو البعض والله معلش الأغلبية، البعض هم اللي كويسين لا يزال فيه كويسين، لكن السيء يعني يطغى على الجيد. والكلام ذا بعد على كل مواقع السوشيال ميديا. نخش على المشكلة الثانية ألا وهي كثرة الإعلانات. يا أخوان أول شيء قبل ما أكمل وقبل ما أقول أي شيء الله يرزقنا وياهم من واسع فضله، قولوا آمين عشان ما حد يقول أنت حاسد يا أبوي على فلوسه بكيف. أصبر الله يرزقنا وياهم. أنا ما جعله يأخذ على الإعلان 1 مليون، لكن أنا كمتابع جاي أتابعك وأحب محتواك يا أخي احترمني شوي. كل يا أخي هذا جاي يتابعني ما يبغاني أزعجه بالإعلانات. حط لي إعلان في اليوم يلا آمن يوم في دانك منصدم أنت اللي ما تعرف مشاهير السناب، لكن ترى بعضهم في اليوم الواحد 3 إعلانات 5 إعلانات، بعضهم تشوف محتوى تقول إعلانات وشوي محتوى هذا محتوى. لكن في ناس صد كذا يا أخي قدر متابعينك هم اللي طلعوك ذولي، عطهم شوي من المحتوى اللي حببهم فيك وخلاك تسوي ذا الإعلانات. أصلا قلل الإعلانات شوي. بعد مشكلتي الأكبر بعد في ذا الإعلانات أنها أغلبها متشابه. يجيك المعلن هذا خش بالدرزن يشل له مشاهير سناب، يلا خش تعال أنت أبغى 20,000 مشهور في السناب، يلا كل ما تدخل على مشهور تلقاها مسوي نفس الإعلان وتسكب نفس الإعلان. أصبعي يعضل أنا من كثر السكبات على ذا الإعلان، خلاص والله ما اشتري فكني شرك. ولكن تدرون وش الجلطة بعد يا أخوان؟ المشكلة الثالثة بعد كثرة الإعلانات من السناب. هذه مشكلتي الثالثة في السناب نفسه، أن السناب كان أول يا أخي عالم وردي ويا أخي وناسة تدخل تشوف مشهور في السناب، ما في قروشة زي باقي المواقع إعلانات لا حتى. طبعا الكلام هذا ترى زمان أيام أول كان يطلع لك فوق الثواني، هذه ترى ما حد نادر اللي يذكرونها، ما يطلع لك شرطات ولا لا يطلع لك ثواني. ولكن على ذيك الأيام كان الإعلان اللي تشوفه من المشهور نفسه وعادي، ولا كان يكثرون بعد
هذول الطيبين ذولاك الله يرحم من مات منهم ولكن ذيك الفترة تقلب في السنابات وعادي مستانس ولا في قربشة إعلانات. لكن ذا الحين بين كل 3 سنابات يعطيك سناب إعلان، وبعضها ما تتسكب بعد، ألقاها منك أنت ولا من اليوتيوب، إلا والله يزين اليوتيوب بعد يعطيك بس في البداية إعلانين ما تتسكب عادي خذ راحتك. لكن ما قروشني في باقي المقطع. تخيل المقطع هذا كل 15 ثانية طنق إعلان فلان ما يوصل فلان يجيب. تخيل إنك تسمع هذه العبارة كل شوي. أنا ما قلت اسمهم عشان قضايا إذا شفتوا يا حقين مزحة ترى دعابة، لكن قالوا الإعلان شوي لو سمحتوا. ولكن تخيل يا عزيز المشاهد هذا اللي قاعد يصير وأنت تشوف مقطعي خلاص تستسلم تطلع أنت. ولكن هذه بعد زي ما قلت لكم من ضمن المشاكل اللي عندي، يعني أسكب إعلان عشان يطلع لي إعلان بعدين، يا ألقاها منك أنت ولا من صانع المحتوى ولا من. عاد المشكلة إذا تجمعت المشاكل الثلاث هذه كلها اللي ذكرتها كلها، يجيك واحد منزل صورة واحد ميت وتدخل السناب تسكب في إعلانات ويطلع لك إعلانات بين الإعلانات، وفي النهاية توصل تلقى الشخص نفسه ما مات بعد. إنه لله ولا لا راجعون. هذه كم مشكلة الحين؟ قلنا 3 وظهري قام يعورني ذا الحين. ما أدري أنا إذا ارتفع ضغطي يجيني ألم في الظهر، ما أدري ليه، مفروض راسي يضيمني ولا قلبي ولا، لكن أنا الألم في الظهر أماكن غريبة. ولكن نخش على المشكلة الرابعة، ألا وهي صناع المحتوى اللي يجيك عنده فكرة الجروب هذه. عارف في جروبات كويسة ولا بكل الجروبات، لكن الأغلب يا أخي لازم في كل الجروبات هذه بعيدا عن السماجات اللي تصير وذا، لكن في شيء ينرفزني فيها دائم، أنه لازم يجيب لك شخص مهرج بينهم، شخص وظيفته أنه يطقطق عليه. أنت الآن بجيبك جايبك بفلوسي، أنا الآن أقعد هنا أقعد أهرج عليك وأطقطق عليك إيش خذ أمسك ولا تفتح فمك. وذاك راضي على نفسه قاعد، سواء أنه يجيب واحد من برا السعودية ويستنقد عليه يا أخي أنت كيف ما تعرف العلوم والسلوم هذا، ولا يجيب لك واحد مثلا من جدة، أنا ما أدري من قالهم من جدة ما عندهم علوم وسلوم، لكن الشخص هذاك الجداوي بعد نقد نفسه. يجيبون واحد جداوي مثلا يحط لك إياه، يلا إيش تقول إذا جاك الضيف وقال لك إيش وش ما يعرف العلوم والسلوم. أنا أول هنا إيش اللي يضحك؟ هذه خلاص ضحكنا عليه، نكتة قديمة هذه على أيام طاش، تجي أنت ترجعها ذا الحين ويوميا يصور نفس السنابات ونفس الضحك ونفس الجدولة. شوف هذا الجداوي ما يعرف العلوم والسلوم. بعدين أنت تعال اللي تمثل هذه المنطقة، أنا عارف يا أخوان إذا أنت من جدة ترى هذاك ما يمثلكم، عارف ذا الشيء، في ناس هناك في جدة قبائل ولها سلومها وعلومها، لكن أنت يا الشخص اللي رضيت على نفسك تطلع بهذا الشكل، عادي عندك إنك جايبينك أنت مجرد مهرج بس يطقطق عليك إنك أنت اللي ما تعرف وأنت اللي منقود وأنت اللي ما. أنا صراحة أحييك على برودك صراحة، وأصفق لك الصدق ما شاء الله عليك كمية البرود اللي فيك إنك تتقبل إنك تطلع بهذه الصورة، لكن ما بقول إلا الله يعينك على نفسك، والله يعين عيالك بعدين. والمشكلة الخامسة والأخيرة بالنسبة لي، طبعا إذا عندكم مشاكل أنتم زيادة بعد اكتبوها لي، ممكن في أشياء فوتها أو نسيت أذكرها أو منها ما تنرفزني أنا بس تنرفزك أنت، فأذكرها لي تحت. نرجع وش كنت أقول؟ يا أخي أنا أصور في الليل عشان ما يجيني إزعاج وتجي أنت ترسل. إيش كنت أقول أنا؟ ضيعني بعد مرة ثالثة. مشكلتي الخامسة يا أخوان، ألا وهي القنوات الإخبارية اللي هناك. شفتوا قذارة الكليك بيت اللي كانت تصير في المثال الأول؟ هذولي القنوات الإخبارية خذوه وحطوه كذا ضرب 10. بعضهم لا تكون قنوات انتقاد، يعني بعد يجيك يقول يا أخي أنتوا ليش تحطون الصور هذه في آخر السنوات؟ إيش معنى تبغون تجمعون مشاهدات ويحط لك إياه بعد آخر شيء، يعني تيجي تنتقدهم على هذه الأشياء اللي يسوونها وتسويها أنت بعد. يعني تخيل أنا ذا الحين على كل الكلام ذا اللي قلته أحط ثمانية للمقطع غلط صح؟ خلاص ليش تسويها أنت؟ ليش تسويها يا متناقض؟ يعني عارف أنك ما أنت متناقض، أنت عارف في قرارة نفسك أن هذه الحركة بتجيب لك مشاهدات، لكن كيف أسويها بدون ما ينقدوني الناس؟ خلني بحطها وأقول أنتوا ليش تسوونها؟ أنت تعال أنت لا خلهم هم مسوينها عارفين ليش، لكن أنت تعال ليش تسويها؟ مسويها لأنك أخس منهم بعد، لكن هم يعني على الأقل يعني والله تدري كلكم خايسين والسناب خايس بعد، وأنا أهينهم ذا البرنامج ليش تتابع يا أخي؟ اقرأ لك كتاب أنت، حتى أنت المتابع تابع السوشيال ميديا ليه وتابع مقطع قفل خلاص اطلع. لكن قبل ما تقفل شكرا على المتابعة يعطيك العافية، وبرضه حاب إني أشكركم للمرة المليون يعطيكم العافية على مشاهدة هذا المقطع. لا مش عارف أقصد إني أبغى أشكركم على الدعم يا أخوان، يعطيكم العافية، الدعم مستمر ولا وقف، بيض الله وجهكم. وزهقت داري وزهقتكم معي إني دائما في كل مقطع أشكر، لكن يعطيكم العافية ما وقفتوا الدعم، مشكلتكم أنتم ما وقفتوا الدعم، فبشكر في كل مقطع. لكن والله أفكر إني في نهاية المقاطع إني أجيت أقفل أطلع كذا الأسامي وأكتب شكر خاص للداعمين، كذا أفضل صح، عشان ما أقروشكم ولا أقروش نفسي ولا خاص. لكن هذا اليوم الختام اللي بشكر فيه شكر رفضي، فيعطيك العافية يا ماكي على الدعم في المقطع اللي فات،
وبيض الله وجهكم جميعا. هذه قلتها بعد المقطع اللي فات. بيض الله وجهكم جميعا على كل حال، وجمل الله حالكم على مشاهدة هذا المقطع، وفي أمان الله. يلا قفل خلاص، روح اقرأ الكتاب. في أمان الله.